الخير. يا رب تكونوا كلكم بخير دلوقتي. النهاردة قلت أنا هعمل طبق إيطالي بس كلنا بنحبه، وهو اللازانيا. هنعملها من أول عجينة، نعرف إزاي نعمل عجينة لازانيا أو عجينة باستا عموما في البيت، وإزاي نسويها، ولو هنعملها لازانيا هنعملها إزاي. كمان هنعمل صوص البولونيز اللي برضو كلنا بنحبه، كلنا لما بنروح مطعم بنطلبه، بس هنعمله بالطريقة الصح زي ما هنا بيعملوه بالظبط. أول حاجة هنبدأ بيها هي العجينة، علشان هنسيبها ترتاح. أول حاجة هنعملها إن أنا هوزن 300 جرام من الدقيق، يفضل دقيق مخبوزات، لو مش موجود تقدروا تستخدموا أي دقيق تاني. معروف إن كل 100 جرام من الدقيق بيتحط لها بيضة واحدة كبيرة، بيضة كبيرة، عشان المفروض إن احنا منستعملش مية. أنا البيض اللي عندي صغير، هحط رشة ملح على الدقيق وهقلبها مع الدقيق كويس، وبعد كده هكسر 3 بيضات. أنا البيض عندي صغير وما حبيتش ان انا اضيف بيض تاني، فهستخدم مع الخليط دوت ربع كوباية من المية، ربع كوباية بالكوب المعياري لحد ما تشوفوا ملمس العجين. هنشوفه مع بعض دلوقتي. بقلب البيض كويس، والمفروض بقى ان المرحلة دي محتاجة يعني ايه عضلات، يعني محتاجة ايدين تبقى معصمها قوي شوية. بس نفضل بقى نعمل شوية، لان هي بتبقى عجينة جامدة لحد ما بتبقى صلبة عشان نقدر نفردها كويس وتقدر معانا تطلع شرايح اللازانيا كويس. هنبدأ نعجن كويس بمعصم الايد لحد ما العجينة تلم معانا، وبالتدريج انا بحط المية. بصوا يعني ربع كوباية في الكوب المعياري الصغير، بحط شوية شوية علشان ممكن اكون مش محتاجة الربع كوباية كلها، على حسب انتي البيض وحجمه عندك. وببدأ برضو افضل اعجن فيها كويس جدا 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 لحد ما تبقى العجينة عندي لمت وبقت الى حد ما طرية شوية عن الاول. ولما باجي احط فيها صباعي يطلع تاني العجين زي ما كان، يعني بيرجع تاني كده، تعرفي ان العجينة بتاعتك خلاص مش محتاجة عجن تاني. هبدأ بقى ان انا اغطيها واسيبها ترتاح 10 دقايق علشان نعمل مع بعض صوص البولونيز. صوص البولونيز هنا بيستخدموا يعني لحمة بقري عادية مع اللحمة الخنزير يعني بتاعتهم. فاحنا هنختار لحمة فيها نسبة دهون بسيطة مش كبيرة. والأساسي في أي صوص بولونيز هو الكرفس والجزر والبصل، بنقطعه قطع صغيرة قوي مش مفروم جدا. بحط زيت زيتون وبقلب اللحمة كويس، وبعد كده بضيف عليها الخضار، البصل والكرفس والجزر لحد ما يتشوحوا مع بعض كويس. وببدأ أضيف تقريبا دي نص كيلو من اللحمة، بضيف عليها 700 جرام من صوص الطماطم. لو انتي مش عندك صوص طماطم تقيل او جاهز تقدري تحطي عادي خليط طماطم مضروب في الخلاط بس بنضاف عليه صلصة. وبضيف 3/4 علبة الطماطم نفسها مية. ما تستكتروش المية لان هي بتقعد على النار اقل حاجة ساعتين، وده سر البولونيز الاصلي. لازم نسيبها على النار ساعتين، ده اقل حاجة. تقدروا تسيبوها اكتر من كده على نار هادية. طبعا بحط ملح وفلفل وورقتين من اللورة او 3، وبسيبها على نار هادية لحد ما تستوي زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده بعد ما العجينة بترتاح ببدأ ان انا افرد العجينة بتاعتي. يستحسن ان انتي تستخدمي نشابة رفيعة وطويلة، وما تكونش فيها الجزء اللي عندي دوت، لان الجزء الاحمر دوت قطعلي العجينة زي ما هتشوفوا دلوقتي. بنبدأ نفرد العجينة عادي بالنشابة الاول، وبعد كده ببدأ اخد اطراف العجينة لجوه النشابة. ضروري تبقى محطوط عليها دقيق كويس. وببدأ أفرد من النص لبره، من النص لبره، وبعمل نفس الحركة على أطراف العجينة كلها.
لحد ما بتاخدي عجينة سمكها مظبوط. لو حطيتي ايدك من ناحية هتشوفيها من الناحية التانية بتبقى الى حد ما رفيعة. وزي ما قلت لكم بلاش تستخدموا نشابة فيها اي حاجة زي اللي عندي دي، لان هي قطعت لي العجينة. ببدأ بقى اساوي العجينة عادي، وبقطعها التقطيعة اللي انتوا عاوزينها. تقدروا تقطعوها شرايح رفيعة خالص تبقى اللي هي الشرايح بتاعة النجريسكو، او شرايح ارفع لو انتوا عايزين سباكيتي. انا هقطعها معاكم لازانيا زي ما انتوا شايفين كده، شرايح اللازانيا العادية. تقدري تاخدي مقاس الصينية بتاعتك اللي هتعملي فيه اللازانيا وتقطعي بناء عليه علشان تاخدي شرايح مظبوطة. في الوقت ده هعمل بشاميل. بضيف مكعبين كبار من السمنة أو الزبدة بما يعادل 3 معالق، و3 معالق دقيق ممسوحة مش كبيرة، لأن أنا محتاجة بشاميل خفيف علشان أنا مش هسوي اللازانيا. وبحط عليها لتر من اللبن ورشة ملح خفيفة. أنا بحب طعمه كريمي، ما بحبش أزود فيه الملح، أنا أسفة. وبعد كده بحط رشة جوز الطيب. كده يبقى كل حاجة عندي جاهزة. بجهز برضو الحاجات بتاعة الطبقات، بجهز جبنة مبشورة بارميجان وجبنة موتزاريلا. ببدأ أحط في الصينية بتاعتي، أنا صينيتي وسط، بظبط قطع اللازانيا على حسب الصينية. زي ما قلت لكم تقدروا تعملوا ده من الأول، ان انتوا تقطعوا حجم اللازانيا على قد الصينية بالظبط. وببدأ بقى أحط طبقات. في تحت خالص بيبقى فيه بشاميل، وبعد كده طبقة اللازانيا، بعد كده بحط طبقة من اللحمة وبخبي الأطراف كويس. وببدأ أرص بقى البارميجانو الموتزاريلا كمان عليها، وبكمل باقي الطبقات. وبنصحكم ان انتم ما تكتروش عن 4 طبقات، لان هي اوريدي بتبقى تقيلة، طبقات من العجينة فوق بعض، زائد ان هي في الفرن بترفع. فعشان ما ترفعش منكم مش هتستوي كويس، وهيبقى شكلها مش مظبوط، وهتخرج كل الصوص اللي جواها في الفرن. اخر طبقة بحط فيها، ما بحطش موتزاريلا، بحط فيها مزيج من البشاميل مع اللحمة. ويعني ايه بعملهم بالمعلقة كده، بقلبهم عشان يبقى فيه لون احمر فوق. وببدأ انضف الصينية وبدخلها على فرن ساخن 180 او 200 في الرف اللي في النص. وببدأ ان انا اتابعها في الفرن. لو اخدت لون من تحت وفوق لسه بتقفلي وبتفتحي الشواية عليها، بتطلع معاكي طرية جدا. انا ما سلقتهاش في الاساس، مع اني المفروض ادام عاملاها في البيت لازم اسلقها، بس انا الحقيقة ما كانش عندي وقت. انتي بتتابعي اللازانيا اللي انتي بتجيبيها، لو هتجيبي جاهز بتشوفي هي بتتسلق او لا. وبألف هنا وشفا.